السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير وبأحسن حال. كل سنة وانتم طيبين. طبعا رمضان خلاص قرب، مفيش غنى عن الفول. احنا بنحب كمصريين بنحب الفول جدا، وخصوصا في السحور. ان شاء الله بإذن الله هنعمله مع بعض النهاردة طريقة سهلة جدا وبسيطة، وهنعمله من غير دماسة. هنعمله في الحلة من غير ما نضيف له اي الوان صناعيه، هيطلع معاكي زي الزبده ولونه كهرمان. يلا كده نشوف هنعمله مع بعض ازاي. اول حاجه انا عندي هنا نص كيلو من الفول البلدي، نقيته كويس جدا من اي حبايه كده مش مرغوب فيها، يعني يكون فيها نقطه سوداء او تكون مكرمشه. وهنقعه كده في ميه مغليه. لو انتي هتستخدمي ميه مغليه هتنقعيه من 4 ل6 ساعات. لو انتي هتنقعيه في ميه بارده يعني يفضل ليله كامله. عندي نص كوبايه من الفول المجروش، هننقعها وهنغسلها كويس جدا. وده شكل الفول بعد ما سبته حوالي 6 ساعات. الحبايه بتكون نفشت ولون الميه يكون اتغير. هتغسليه كويس جدا جدا من الميه وهتصفيه، لان هو الفول من البقوليات، فلازم نغسله كويس جدا ونتخلص من الميه بتاعته. وبيكون شكله كده زي ما انت شايفه كده بالشكل ده. يلا بقى نشوف مع بعض هنكمل الوصفه ازاي. عندي هنا نص كوبايه من العدس، غسلته كويس جدا وصفيته من الميه. وعندي هنا جزرايه انا بشرتها، وليمونه صحيحه هنستخدمها صحيحه، هنقطعها كده نصين وهنستخدمها بالقشر بتاعها. في الحله بقى اللي هنشتغل فيها، وهننزل كده بكل المكونات كلها كده على بعض. وعندي هنستخدم ميه مغليه، ما تستخدميش للفول ميه بارده، هتستخدمي ميه مغليه. ومش هنضيف اي الوان بقى ولا هنستخدم اي الوان صناعيه. انا هكتفي كده بالعدس وبالجزر، بيديله لون حلو قوي، والليمونه بتخلي لونه يفتح معاكي وما يغمقش. وهتنزلي عليه بنص معلقه من الماء من السكر بيساعد ان الفول يستوي بسهوله. وهتغطيه كده بستريتش راب. اهم حاجه بقى في الخطوه ديت مهمه جدا، هتغطي الفول كويس جدا. انا عايزه احتفظ بكل البخار اللي جواه. لو ما عندكيش استريتش راب هتستخدمي اي كيس عادي. اهم حاجه هنحتفظ بالبخار وهننزل عليه بالميه المغليه، وهنغطي الحله كويس جدا. واي حاجه بقى عندك تقيله هتغطي بيها كده الحله، وهترفعيه على النار على نار عاليه. اول ما يبدا يغلي هتهدي النار خالص، وبياخد حوالي من 6 ل8 ساعات على النار. وده شكل الفول بقى كده بعد ما استوى. اهم حاجه مش هتكشفي الفول غير بعد 3 ساعات. ولو لقيتي الفول ناقص ميه هتزوديه ميه مغليه، مش هتزودي الفول ميه بارده، لان لو زودتيه ميه بارده لونه بيغير معاكي. وده شكل الفول بقى، هو كده استوى وتمام. خد حوالي 6 ساعات على النار. انا عايزه اقول لكم ان هو دلوقتي استوى وبقى تمام. لو انتي حابه بقى الميه بتاعته تكون تقيله، ما تكونش خفيفه زي اللي بنشتريه كده من المطاعم، هنعمل بقى كده اضافه صغيره خالص. يعني هو كده الفول استوى وتمام. عندي هنا معلقتين كبار من النشا، هندوبهم كده في ربع كوبايه من الميه. النشا بقى بيخلي الميه بتاعت الفول تربط معاكي، ويبقى الفول قوامه تقيل زي اللي بنشتريه بالظبط من بره. وهننزل بقى كده بخليط النشا على الفول وانتي بتقلبي، يعني بايدك كده تقليب مستمر. وهترفعيه على النار حوالي 5 دقايق. النشا بس كده يستوي والفول يربط معاكي، وبيكون بالشكل اللي انت شايفاه ده. شايفه قوامه ما شاء الله تحفه. اهم حاجه وانتي بتسوي الفول ما تسويهوش على نار عاليه، بتكون النار شمعه. ولو احتاج ميه هتضيفي له ميه مغليه، ما تضيفيش ميه بارده. وبيكون شكله وقوامه بالشكل اللي انت شايفاه ده. ما شاء الله حاجه كده تحفه. هتسيبيه بقى كده يبرد خالص. تقدري بقى تعملي الكميه اللي انت حباها وتشيليها كده في رمضان. وهعمل معاكم دلوقتي احلى طبق فول. انا كده بهرسه معاكم علشان اوريكم قد ايه الفول دايب زي الزبده. لو انت حابه تستخدميه صحيح مش هتهرسيه. ما شاء الله القشره دايبه. رشه ملح بقى وشويه زيت كده وشويه كمون.
وهتاكلي احلى طبق فول، بجد حاجة كده تحفة. اتمنى بجد ان انتوا تجربوه، وهستنى بقى رأيكم في الكومنتات. متبخلوش عليا بقى باللايك. ولو حابة بقى تخزنيه كده او تحفظيه في الفريزر، هتسيبيه يبرد خالص وفي اكياس تلاجة وهتعبيه، او في علب الحفظ. ما شاء الله نص كيلو عمل كمية حلوة قوي. اتمنى بجد تجربوا الوصفة، واستنوني فيديوهات تانية كتيرة، والسلام عليكم.